ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اهتدى بهداهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا، والذي سنتناول فيه اليوم عن قضية بر الأم. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف والباحث في القرن الأفريقي. مشاهدي الأكارم، لا يخفى على شريف علمكم مكانة الوالدين وخاصة الأم، فقد وردت فيهما النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. وأنتم رأيتم وشاهدتم بطبيعة الحال عاطفة الأم ورحمتها بولدها، وما قدمته له من حين أن تحمل إلى أن تلد، بل إلى أن تموت وهي موجهة ومربية وعاطفة وحنونة، وتقدم نفسها على وليدها. ولذلك جعل الله عز وجل مكانتها عظيمة. سنتناول هذا الموضوع الذي يعتبر قد غاب عن كثير من البرامج. هناك البرامج الإريترية مع الأسف مليئة بالقضايا السياسية والقضايا الاجتماعية والقضايا التي تكون من جانب الاقتصاد وغيره، لكن قليل من يتحدث عن بر الوالدين. الوالدان يشتكيان في الحقيقة. كثير من المصائب والمشاكل موجودة للأسف حتى في المحاكم الإريترية. نجد أن ابنا يشتكي أباه، ونجد أن بنتا تشتكي أمها، نجد خلاف بين الأسرة، نجد عدم احترام ولا تقدير للأبوين، نجد أن بعض الأبناء يمد يده بالضرب على أبيه، ونجد أن بعض الأمهات يقومن بتسليط أبنائهن على أبائهن، ونجد أيضا ظلما شديدا من بعض الأبناء على أمهاتهم. نجد الابن يسافر إلى أوروبا وغيرها ويسافر إلى الغرب ولا ينفق على والديه ولا يسأل عنهما إلا ما ندر. أصبح الأمهات في حزن شديد وفي ألم كبير. كما لا أبين فقط الوجه المظلم، هناك وجه مشرق أيضا من شعبنا الإريتري تجاه أمهاتنا. في هذه الحلقة سنتناول هذه القضايا كلها مع شيخنا الدكتور حسن سلمان. فإلى السؤال الأول مع شيخنا، نرحب بكم الشيخ حسن سلمان. أهلا وسهلا ومرحب بك وبالمشاهدين. قضية الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولأمهاتنا آمين. اللهم آمين اللهم آمين. قضية بر الأم الشيخ حسن من قضايا الإريترية المهمة التي تستحق أن نجعل لها حلقة كاملة، من أجل نقول للمحسن الذي يبر بأمه ازدد في البر، ونقول للمقصر اتق الله وبر بوالديك قبل أن يذهب ويغلق عليك باب الخير.
شيخنا الكريم، لو نبدأ حلقتنا المباركة بمعنى البر، وقد أشار إليه ربنا تبارك وتعالى في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإلى الإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة قبل أن نبدأ في برنامج البر، الواحد يحيي كل امرأة إريترية وكل أم إريترية وكافة الأمهات في العالم. حقيقة موضوع الأم هو جزء من موضوع المرأة، والمرأة في إريتريا يمكن أن نقول بأنه يقع عليها عبء كثير وعبء عظيم، وخاصة أن الحالة في إريتريا لم تستقر لفترة طويلة جدا. ولو أخذنا فقط 30 عام من فترة التحرير اللي هو فترة من 61 إلى 91، أكاد أقول بأن 30 سنة هذه تكاد تكون معظمها وقع العبء الأكبر فيها على المرأة وعلى الأم تحديدا. يخرج الرجل إلى القتال ويلتحق بالثورة ويغيب سنوات ويترك أطفال يحتاجون إلى تربية، إلى رعاية، إلى تعليم، إلى متابعة الوضع الصحي، إلى غير ذلك. كل ذلك سبحان الله يقع على عبء المرأة الإريترية، وخاصة الأم الإريترية، لدرجة أنه ممكن أحيانا بعض الأمهات أو بعض الأولاد لا يشاهدوا حتى والدهم، يعني إذا وقع خاصة في الأسر أو وقع في السجن أو غيره خلاص يعني يطول به المقام، فيقع العبء الأكبر، يمكن 90% من العبء يقع على الأم. فمن هنا حقيقة الواحد يحيي الأم الإريترية، وهي أم مكافحة ومناضلة ومكابدة في الحياة، مربية ومعلمة وصحية وطبيبة وراعية. فهي حقيقة تستحق فعلا أن يفرد لها برنامج وأن تفرد لها صفحة من صفحات قناة سلام، فجزا الله خيرا إدارة القناة على إتاحتها هذه الفرصة. وبر الأم هو واحد من قسم من أقسام بر الوالدين، يعني عندما يكون الحديث عن بر الوالدين بطبيعة الحال يشمل المرأة والرجل، ولكن هنا نحن الآن نتكلم عن بر الأم. ومفهوم البر في القرآن الكريم هو من المفاهيم الشاملة، ما يكاد يمكن أن نطلق عليه بأنه مفهوم مركزي جامع للعقائد والشرائع، ليس فقط مفهوم تشريعي وليس عقدي. وهذا يمكن ما سنلاحظه في قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. هذه الآية طبعا من أشمل الآيات: من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من هذه الآية سأدلف مباشرة إلى معنى البر. واحدة من معاني البر الصدق، فمن لم يكن صادقا لا يكون بارا، لأن البر يتطلب الصدق وقوة في الصدق، ليس يعني أن يكون الإنسان مخلصا وأن يكون قويا في صدقه. كيف نربطه ببر الوالدة؟ نعم، سآتي إليها. هذا جانب اللي هو جانب الصدق، يعني إذا اعتبرنا أنه والله للبر ركنين أو أركان، فهما ركنان أساسيان. الركن الأول موضوع الصدق، الركن الثاني موضوع الإحسان. الصدق يتطلب الإخلاص ويتطلب القوة والثبات، والإحسان يتطلب بذل أقصى درجات الخير، أقصى درجات الصلة، أقصى درجات الرحمة. فهنا نجد الإحسان وهنا نجد الصدق. فعلى كل موضوع البر هو موضوع شامل يشتمل كما ذكرت على هذه المعاني. ولا يطلق على الشخص بار، ولا يمكن أن نطلق كلمة البر إلا عندما يكون هنالك سعة في الخير. يعني الشخص الذي يكون منفقا إنفاقا ليس محدودا يطلق عليه رجل البر، رجل البر والإحسان فلان. فتجده مثلا يبني المساجد ويعمر ويفعل ويبني الخلاء ويعطي يعني من الخير. فعلى كل كلمة البر هو التوسع في أعمال الخير من طاعة الرب والإحسان إلى الخلق
من طاعة الرب والإحسان إلى الخلق. من هنا تأتي قضية إنه والله لما نتكلم عن بر الوالدين فإنما نتكلم عن الإحسان إلى الوالدين، أو نتكلم عن الإحسان إلى الوالدة، ونحن نتكلم هنا عن قضية الأم. مفهوم الإحسان إلى الوالدة طبيعة الحال مفهوم واسع جدا، بدءا من الامتناع عن كل ما يؤذي، هذا أدنى درجات الإحسان، ولا تقل لهما أف، لأنه من لم يكف الشر لا يمكن أن يمنح الخير، من لم يكف الشر لا يمنح الخير. فأول درجة من درجات الإحسان للوالدة أو للوالدين هو أنك تكف الشر عنها، وكف الشر يبدأ من ولا تقل لهما أف، هنا على مستوى القول. فقد يؤذي الإنسان والديه بالتأفف، وهي إخراج النفس الحار كما نقول نحن، وقد تصل إلى مرتبة أعلى وهي أن تنهر الوالدين، وهو أن تقول قولا فظا، وقد يصل الأمر والعياذ بالله إلى أن تضرب الوالدين، وهذه طبعا مرتبة صعبة جدا. فإذا كان الله تبارك وتعالى يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، جمعت هذه الآية الإحسان بالامتناع والإحسان بالعطاء. الإحسان بالامتناع لا تأفف، لا كلمة مؤذية، لا ضرب، لا فعل مؤذي، لا يعني أنفاس حارة، لا بالألفاظ القولية أو حتى بالأفعال التي ربما توحي بالاحتقار أو توحي بالتمرد عليهم أو بالاستهزاء بهم أو بالسخرية، هذه كلها تعتبر بالامتناع. يعني بعض الناس سبحان الله تجده عاجز حتى عن الامتناع عن الأذية، دعك أن يبذل خيرا، هذه طبعا يعني فالله تبارك وتعالى في هذه الآية جمع أول شيء ربطها بتوحيده سبحانه وتعالى، فجعل بر الوالدين من توحيد الله بعد توحيد الله تبارك وتعالى. أعظم ما يقدم في الإحسان للخلق هو الإحسان إلى الوالدين، وأعظم ما يكون من الحقوق لله توحيد الله تبارك وتعالى. فربط الله تبارك وتعالى الأمرين معا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهنا قضاء شرعيا، قضى الله تبارك وتعالى قضاء شرعيا مبرما، أي في تشريعه توحيد الله وبر الوالدين. يقابل التوحيد الإشراك، ويقابل البر العقوق. فأعلى درجات الإحسان بر الوالدين، وأسوأ درجات العلاقة مع الخلق والسيئات عقوق الوالدين. نسأل الله العافية. فهذا تقريبا موضوع البر وارتباطه عموما بالوالدة كمفهوم يعني. طيب الشيخ حسن، لو احنا أردنا أن نكون بارين بأمهاتنا، ما العمل الذي ممكن نحن إذا قمنا به نكون بارين بأمهاتنا؟ نجد مثلا أن من السلف أو من الأمم السابقة من يدخل على والديه بلبن فيجدهما قد ناما، وأبناؤه يبكون من الجوع والحاجة إلى الطعام، وهذا الرجل واقف بين يدي أبويه ينتظر حتى يطلع الفجر. هذا موقف آخر نجد أن السلف أيضا لا يتقدمون بالقول أو بأي عمل من الأعمال قبل والديهم. الموقف آخر من السلف أيضا نجد أن بعض السلف لا يتقدم أباه في المشي أو والديه، وإنما يكون خلفهما من أجل حتى لا يغم. وفي الطعام لا يمتد يده إلى الطعام قبل أن يأكل أبويه، ويقول أخشى أن يكون أبوي قد اشتهيا طعاما فأنا أتقدم بين يديهما فآكل ما اشتهياه فأكون بذلك قد عققت الوالدين. هذه المعاني السامية نجدها في سلفنا الصالح. وقبل يومين حدثني أحد الإخوة عن الشيخ عبد الرحيم الطحان، يقول عنده 4 زوجات وأبناء، وعنده أم عجوز كبيرة في السن، فكل فجر يأخذ 4 زوجات ويذهب إلى منزل أمه ويمرغ لحيته في قدميها. وطبعا قد تكون هذه فيها نوع من المبالغة، لكن هكذا يبر أمه وينزل لها يعني من التواضع. وهو عالم معروف الشيخ عبد الرحيم الطحان في قطر من علماء الحديث. وهكذا نجد أيضا شيخنا الشيخ محمد مقدار الشنقيطي كان بارا بأمه وكان يبرها كثيرا، ويقال أنه رفض أن يتزوج من أجل برها وحتى لا ينشغل عنها.
هذه معاني سامية من الخلف والسلف في بعض الأعمال. برأيكم ما الأعمال التي يجب أن نعملها حتى نكون بارين بأمهاتنا، وخصوصا نحن كإريتريين نعيش غربة، هناك بعد بين الوالدة وبين الأبناء، بعد أقصد جسدي، أما بعد روحي، أما بعد الروحي قد يكون الحقيقة الروح موجودة في كثير من الأسر، ونجد كثير من الإخوة أيضا حقيقة ينفقون على أهاليهم وأبنائهم. على كل حال يعني نريدك أن تذكر المشاهدين بالأعمال التي يجب أن تكون تجاه الأم من الاحترام والتقدير حسب علمكم الكريم. على كل كما تفضلت، أول السلف رضوان الله عليهم قصصهم عجيبة جدا في الحديث عن مسألة الوالدين والاهتمام بهما، وبل حتى على مستوى الأنبياء نلاحظ القرآن الكريم كيف أنه يتناول مسألة آباء الأنبياء وطريقة التعامل معهم. يا أبتي يا أبتي يا أبتي إبراهيم عليه السلام إنها يقول سلام عليك. أيضا عيسى عليه السلام يقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يحيى عليه السلام يقول وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فقضية إنه سبحان الله بر الوالدين ومكانتهم وطريقة التعامل معهم هذه على كل قضية كبيرة جدا، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أعظم الناس كذلك في هذا الباب. ولكن دعني أقول هنا سبحان الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى واحد من التابعين، تابعي منعته أو منعه مرض أمه من أن يكون صحابيا، الله، وهو أويس القرني. يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر أصحابه بأن يترحموا عليه ويدعوا له، ويحرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته أن يقابل هذا أويس القرني. كيف أن هذا الرجل سبحان الله رفعه بره بوالدته. كان يمكن أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعث الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يؤمن به ويحبه، وجاءت الوفود إلى النبي وتخبره، ولكن هذا الرجل ما استطاع أن يفارق والدته المريضة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني مكانه، وإن كان تابعيا لكن له من المكانة العظيمة التي على كل أشارت إليها النصوص. فمسألة الوالدين الصور فيها تختلف، صور البر تختلف، لكن دعنا نقول هنالك من البر ما هو واجب وضروري، واجب وضروري، وهنالك من البر ما هو في مستوى المستحبات، مستحبات والمندوبات، وهنالك من البر على كل ما يدخل معنا في دوائر الإحسان المرتفعة جدا، يعني من تجاوز الواجبات وتجاوز المستحبات إلى ما هو أعلى من ذلك. والله عز وجل طلب الإحسان، طلب الإحسان، فنحن إحسان. أحسنت. فهنا دعنا نقول من صور مثلا، من أبسط صور البر الواجب، أبسط صور البر الواجب اللي هو مثلا الإنفاق على الوالدين ورعايتهم والاهتمام بهم عند العجز والكبر. رجل مثلا أبوه خلاص بلغ مستوى من العجز، مستوى من الكبر، ما قادر هو يشتغل ولا قادر، فواجب عليه أن يوفر له الطعام ويوفر له السكن ويوفر له الملبس ويوفر له الراحة بما تليق به. هذا طيب هنا نقطة مهمة يا شيخ حسن. نعم. بعض الناس قد يوفر هذا لوالديه، نعم، ولكنه يمن بهذا عليهما. لا أعوذ بالله. يعني هذا إذا كان الله تبارك وتعالى رفض أو حرم المن على عموم الخلق، فكيف بالوالدين؟ طبعا أعظم أنواع المن والأذى هو أن تمن على والديك. إن شاء الله العافية والسلام. أسوأ أنواع، يعني إذا كان المن محرم على الآخرين الذين لا تعرفهم وأنفقت عليهم وأحسنت إليهم ثم تبدأ تؤذيهم وتمن عليهم، هذا محرم. فهذا أصبح الآن بدل يعني بماله أصبح عاقا، أصبح عاقا بماله، وأضاف جريمة أخرى، أضاف جريمة أخرى غير موضوع عنه. فدعني أقول هنا الآن هذا يعني هذا موجود أنا أقصد موجود، أنه بعد يقول أنا أنفقت كثير ودفعت في الإيجارات وأنا ويجعلها حديث مجالس، أيوة، وخصوصا مع أصحابه، أيوة، ومع أعمامه ومع كذا، مع عماتي، إنه والله أنا تعبت مع الوالد أنا كذا. هذا والعياذ بالله ينقل دائرة الإحسان إلى دائرة الإساءة. ومن أسوأ أنواع الإساءة وسوء الأدب أن الإنسان يمتنع على والديه. والله لو أن أحدنا حبى في حياته حبوا إليهما في سبيل أن يرضيهم لما استطاع أن يوفي حقه. فما بالك أنت الأب والأم بذلوا حياتهم، وخاصة هنا دعنا نتكلم عن الأم. حملتك 9 أشهر و10 أيام، يعني 10 شهور أنت محمول في البطن، وربما سبحان الله في بعض المحطات تكون هذه الأم تأتي إليها مرحلة من الحرج والمرض
والأذية، وربما تحتاج إلى عملية يقال لها والله إما أنت أو الولد، فتقول الولد. الله. هي هذه كثير. الله. تجدها سبحان الله تقول لك والله ولدي. الله. قول يا أخي نسبة العملية هذه إنه أنت خروجك منها سالم، أنت والولد مع بعض 95% أنت ميتة. فتقول فليحيى الولد. الله. فلا لاحظ هذا الله. الأمر الله. الكبير. الله. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول واخفض لهما جناح الذل. ما معنى انخفاض الذل يا شيخنا؟ أحسن. هنا طبعا سبحان الله يعني الطائر له جناحان، إذا ارتفع علا، وإذا انخفض الجناح فأنت كن لهم بهذا الشكل. يقول الرازي هي قمة التواضع. التعبير عنها بالذل هي قمة التواضع، وهنا استعارة كأنما جعل الله تبارك وتعالى للتواضع جناح، وقال لك في هذه اللحظة تواضع لا ترتفع، يعني الجناح يعلو ويرتفع، فأنت مخاطب بأن تذل لهما. ثم فيها جانب آخر، وهو كلنا نرى الآن الطائر ماذا يفعل عندما يريد أن يحتوي البيض ويحتوي أبنائه الصغار. ماذا يفعل؟ يمد الجناحين ويغطي على إيه؟ على البيض ويغطي على أبنائه. فالله عز وجل يريد منك أن تكون على هذه الحالة، يعني يستدفئون بك، تمد لهم أجنحتك لتحتويهم، لا تجعلهم بعيدين عنك، ولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لاحظ انت يعني تتواضع لهم، فيه ذل، فيه رحمة، من ذل من الرحمة. ثم وقل ولا تظن، كأن الله يقول ولا تظن أن بتواضعك وعملك الخير أنك تستطيع أن توفي حقهما. نعم. ولذلك أنت دائما في حالة النقص فعليك بالدعاء. عليك بالدعاء. نعم. لأن الكمال فعلا أن كلما نقص استكملته أنت بالدعاء. فعلى كل الصورة الأولى، وهذه نموذج بسيط، أنا ضربت نموذج الإنفاق في حالة العجز باعتباره واجبا، ليس الإنفاق والرعاية. الإنفاق والرعاية والاهتمام والتتبع لأحوالهم والسؤال عن أوضاعهم، هذه كلها تدخل في الجانب الواجب. هنالك مستحبات، يعني مثلا ليس إنفاقا واجبا. بعض الناس يا شيخنا يقول، يعني وهذا لمسنا أيضا ورأيناه، يقول بما أن والدي أو والدتي في حالة مرضية لا يرجى برؤها، فلماذا أنا أنفق الأموال وأذهب إلى المستشفيات والأطباء وأتعب؟ دعهما حتى يتوفاهما الأجل، والعياذ بالله. هكذا يعني يلقي الأمر في روحه. ماذا تقول لهؤلاء؟ هذا على كلنا، طبعا للأسف يعني هذا ينقصه البعد الإنساني والبعد الأخلاقي والبعد الإيماني. فعلى مستوى بعيدا عن قضية الإيمان وعدم الإيمان، الإنسان كإنسان تجده سبحان الله غرس الله فيه الرحمة. نعم. غرس فيه الرحمة، وهذه الرحمة من مقتضياتها أن الإنسان إذا رأى هنالك شخص يتأذى عليه أن يساعده. البعد الإيماني في هذه المسألة أنك كلما أنفقت وكلما تصدقت وكلما تقربت إلى الله بذلك وأنت راضي لست متسخط، أنت تبني لنفسك لا لوالديك. يعني في حقيقة الأمر أنت تبني لنفسك. أنفقت عليهم في الصحة، أنفقت عليهم في المرض، أنفقت عليهم في التحرك، أنفقت عليهم في الترفيه، كل ذلك أنت صحيح ظاهريا أنت تنفق عليه، ولكنما تنفق ذلك وتدفعه لنفسك قبل أن تدفعه لوالديك. هذا البعد الإيماني حقيقة للأسف الشديد كثير من الناس في ظل طغيان الحالة المادية، طغيان سيطرة المادة، سيطرة المال، الناس تغيب عنهم هذا البعد الإيماني، وهو أن هنالك جنة وهنالك حساب وهنالك مساءلة، وأن الله تبارك وتعالى أول من يسألك عنهم هو الوالدين، ماذا فعلت لهما؟ ثم أيضا عليك أن لا تنسى أنه كان سبب في وجودك. صحيح. فلا تكن أنت سببا في عدمه. صحيح. هذه مسألة مهمة جدا، أنه هذا الوالد وهذه الوالدة سبب في وجودك للحياة، فكيف تتحول أنت إلى سبب في عدمهم وقتلهم بعدم طيب مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتابع حلقة بر الأم مع حديث ماتع للدكتور حسن سلمان. أبقوا معنا فاصل ونعود إليكم. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.
أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدي الأكارم، عدنا والعود أحمده. ما زال الحديث ماتعا عن بر الأم. نسأل الله أن يغفر لأمهاتنا وآبائنا وجميع المسلمين أحياء وأمواتا. فإلى حديثنا الماتع في كيف نبر بأمهاتنا مع الدكتور حسن سلمان. واصل الشيخ. نعم، ذكرنا على كل فيما يتعلق بموضوع الواجب، وهو واجب الإنفاق، واجب الرعاية، واجب الاهتمام. أيضا مما يدخل في ذلك واجب الأدب في التحدث معهم، وانتقاء الكلمات الجميلة التي تعبر عن الاحترام. وهنا أنبه إلى بعض الأشياء التي ربما يقع فيها الإنسان سبحان الله وهو لا ينتبه إلى قضية الألفاظ. يعني مثلا بعض العلماء أو بعض الصحابة فسروا قضية البر مثلا بأن يقول يا أماه يا أبتاه. بعض الناس يقول اسم الوالد ويقول اسم الوالدة. هذا مرة أنا رأيت بعض الأسر للأسف الشديد الوالد والوالدة لا ينتبهون إلى خطورة هذا الموضوع في غرسه في الأولاد. تجد الولد مثلا يقول لأمه يا فلانة ويقول لأبيه يا فلان. هذا ما لا يليق عموما في قضية الأدب. الأمر الثاني ترك الأذية في الألفاظ مطلقا. أي شكل ما يؤذي في الألفاظ للوالدين يجب أيضا أن يتجنبه الإنسان. مسألة الطاعة، طاعة لهما في المعروف. يعني
الضابط. لا، خلينا نعود الشيخ حسن المسألة الأولى، وقل لهما قولا كريما. نعم. لماذا الله عز وجل عبر بالقول الكريم ولم يقول القول الطيب مثلا أو القول الحسن، كما قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن هنا اختار كلمة وقل لهما قولا نعم. كريما. هل هناك كرم وإكرام في القول؟ نعم، اللي هو انتقاء الألفاظ التي فيها التكريم لهما. انتقاء الألفاظ اللي فيها تكريم، فيها تعظيم، فيها مكانة، فيها رفعة. يعني أحرص قدر الإمكان فيما يتعلق بالألفاظ أن تنزلهم المكانة مكانة التي فيها هذا النوع من التكريم. والله تبارك وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فإذا كان إنسان مكرم فيفترض الوالدين أكثر تكريما يعني. فعلى كل انتقاء الألفاظ هذا ما يدخل، وهذا صراحة فن من الفنون. كيف تستطيع أن تكون مبدعا فيما يتعلق بانتقاء الألفاظ مع والديك؟ سبحان الله. أنا كنت أنادي أمي الديم علي. نعم. فزوجتي تسألني عربية، تسألني تقول ما معنى الديم علي؟ نعم. أراك أنت تكررها وأخواتك، والديم علي ما معناها؟ نعم. الدي بمعنى أم. نعم. ومعري هي أشبه ما تكون، يعني أنت تعرف المعر بمعنى العسل. نعم. نعم. هل يدخل في هذا كلام الشيخ حسن؟ نعم أكيد يدخل في ذلك كل كلمات جميلة، وأنا من هنا أناشد الأبناء أن يبدعوا في ذلك، يبدعوا في. وسبحان الله لا يوجد أفضل من الكلمة الطيبة في إدخال السرور على الوالدين. يعني أنت الآن مطالب بشيء واحد، أن ترضيهما ولا تسخطهما، وأن تفرحهما ولا تحزنهما، وأن تحسن إليهما ولا تؤذيهما. هذه كلها على كل. يبقى بعد كده والله أنت التفاصيل كل إنسان وما يبدع في ما شاء الله. كما تفضلت يعني كنت تخبرني عن الوالدة وقضية الإنشاد لها مثلا. نعم. قضية الإنشاد للوالدة، أنشد لها، أسمعها الكلمات الطيبة التي فيها قضية أناشيد عن الأم أو مكانتها أو كذا. تعال إليها بوردة أو زهرة من الزهور إذا كانت، تعال إليها بما تحب من الأشياء الرمزية. إذا كانت والله تحب أكلات معينة انتقي لها هذه الأكلات، واحرص أن تكون حاضرة في أيضا يعني تحسس رغباتها أو رغبات الأم ماذا تريد. صحيح. يعني لا تنتظر دائما إلى أن احرص أنت أن تتحسس هذه أنت بادر. نعم. أيضا بعض الأشياء المهمة الناس يمكن ما ينتبهوا إليها في البيت، مسألة مساعدة الوالدة في العمل المنزلي. نعم. يعني لا تتركها وحدها تعمل النهار كله وأنت يعني ما شاء الله أنت في التلفزيون، واحدين جالسين في الرياضة، واحدين في الكشتينة زي ما وما مبالين. الأم من الصباح إلى المساء سواء كانوا بنات أو أولاد أو ذكور أو إناث، هذا موضوع مهم جدا. موضوع المشاورة، لا بد أن تشاور والدتك في كل القضايا، حتى لو القضية هي ما تجيدها، لكن أنت أحرص أن تسمع صوتها، لأنه هذا نوع من التقدير. هذا التقدير بالنسبة لها يعطيها مكانة، وتشعر معه أيضا بأن هي تعني عندك شيء، بمعنى أنه والله ابني يشاورني في اختياراته، يشاورني في تجارته، يشاورني في تعليمه، يشاورني في خروجه، في سفره. أيضا أحرص أن تكون مثلا هذه. أيضا مسألة المبادرة في الجواب من الأشياء المهمة جدا، المبادرة في الجواب. وهنا طبعا أمامنا قصة جريج اللي كان أمي وصلاتي، نادته أمه وهو في الصلاة، وكانت الصلاة نافلة، ولو كان فقيها لاستجاب إليه لقطع الصلاة، لأن الاستجابة للوالدة واجب وصلاته التي كان فيها نافلة، فتقدم الواجب على النافلة. فمهم جدا المبادرة إلى نداء الوالدة، والمبادرة إلى مطالبها وماذا تريد. لا تحرص أنه تخليها تكرر الأمور حتى لا تحس بأنها والله أنت كأنما عليك كلفة في ذلك. أيضا ترك الجدال معها. بعض الناس يجادلون الوالدين للأسف والعياذ بالله. يعني أحرص قدر الإمكان. نحن لا نقول والله فيما يتعلق بالتعليم والدعوة أحرص، أنه بالعكس هنا أنت محتاج أن تحاورهم لا تجادلهم. الحوار هو متى ما رأيت بأن الأمور آخذة الطريق بتاعت الأخذ والعطاء أمشي معه. مجرد ما أخذت منحى الخصومة أو منحى رفع الأصوات وقف النقاش ولا تذهب فيه بعيدا، ثم عاود مرة أخرى في هذا. أيضا من الأشياء المهمة جدا ترك الكذب والغش. بعض الناس والعياذ بالله مع أمهاتهم عايشين بالكذب، ماشي مشوار يكذب، جاي من مشوار يكذب، حياته كلها والعياذ. طبعا إذا كان الكذب كبيرة من الكبائر بعيدا عنه، فإنه عندما يكون على الوالدين يكون أكبر، أشد يعني يكون أشد. أيضا من الأشياء المهمة جدا زيارتها
زيارتها يعني إذا كان شخص خارج البيت ما معه الوالدين، يعني أمه ووالده مثلا عندهم القدرة وعايشين لحالهم، وهو ما شاء الله من الأولاد الأوائل فتزوج وعاش خارج البيت، لا بد أن يكثر من الزيارة، يكون كثير يعني، وليته اطمأن عليهم صباحا ومساء قبل أن يذهب إلى بيته، وهذه من الأشياء حقيقة مهمة. أيضا الاهتمام المستمر بهما، لا يكون الاهتمام اهتماما مؤقتا، أو أيضا الدعاء لهما بعد الموت، هذا ما يدخل فيه، والأعمال الصالحة بعد الموت، هذه كلها على كل تدخل فيما مسؤول. هذه سنأتي إليها شيخ حسن. نعم. يعني ماذا بقي علي من بر والدي أو برهما؟ نعم. نأتي إليها إن شاء الله. أيضا موضوع الاستئذان، يعني أنت مثلا خارج من البيت لا تخرج دون استئذان من الوالدة أو الوالد، لأن هذا مما يريح الوالدين. إذا عندهم طلب اسمع لهما قبل أن تخرج، يريدون شيئا من خارج البيت، فعلى كل موضوع الاستئذان وأنت في داخل تحت ولايتهم. إذا كان أشار القرآن الكريم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فأنت الآن في أمر جامع له في قضية البيت، أنت تحت ولاية الوالدين، لا تذهب دون استئذان هذين الوالدين، استئذان الوالد استئذان الوالدة، إخبارهم بالمكان الذي أنت فيه، إلى أين متى ستعود، هذا كله مما يريح على كل الوالدين. عدم المناداة بالاسم أن ذكرتها أيضا، هذه على كل بعض الصور المهمة جدا اللي تفتح إن شاء الله آفاق. وحقيقة موضوع بر الوالدين أنت أبدع فيه كل بطريقته، كيف تدخل عليهم السرور، كيف تجنبهم الحزن، كيف تجنبهم حالة الاكتئاب. بعض الناس مثلا يدخل الاكتئاب في والديه مثلا بالفشل في الدراسة مثلا، يكون فاشل دائما في دراسة وهو لا يدرك سبحان الله خطورة أن يدخل على والديه الحزن من هذا الباب، وما يراعي ما ينتبه إلى أن هذا قد يدخل ضمن ما يحزن الوالدين، وحزن الوالدين وإدخال السخط عليهم هذا على كل من الأمور الخطيرة. ده بعض الصور إن شاء الله اللي تساعد الناس. طيب برهما بعد وفاتهما. نعم. ماذا تقول؟ بعد طبعا هنا سبحان الله يعني هل يبقى هناك شيء من البر؟ نعم. طيب. الحمد لله. أول سبحان الله يعني موضوع الوالدين هو باب في الدنيا على كل من أبواب الجنة يغلق، ولكن تبقى لك أيضا مساحات تستطيع إن شاء الله أن فأنت على كل واحد من الأبواب الممتدة لهم بعد موتهم ابن صالح يدعو له. الحمد لله. فأنت هذا الباب اللي مفتوح لنافذة من النوافذ التي تصل للوالدين باستمرار، الابن الصالح الذي يدعو. الله يجعلنا من الصالحين. فأذكر سبحان الله أحد أصدقائي كان يقول لي: ما سجدت لله سجدة في حياتي ونسيت والدي. الله. يعني معنى هذا يعني ما يسجد إلا وهو بعد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي إلا وهو يدعو لوالديه، يدعو لوالديه. فهذا ما شاء الله يكون موفق جدا، فما بالك أن تخصهم بدعاء الليل أيضا من الأشياء المهمة الأعمال الصالحة المشروعة كذلك التي تكون يجوز للولد مثلا أن يعمر أو يحج أو يتصدق أو يطعم الطعام أو ينفق من الإنفاق ما هو مناسب، ثم يهب ذلك كله ثوابا لوالديه. هذه من الأشياء أيضا المهمة جدا. أيضا من الأشياء التي تدخل في بر الوالدين بعد وفاتهما أن تصل أصدقائهم من بعدهم. الأم لها صديقة من يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يصل صديقات خديجة رضي الله عنها، وهذا من البر، بر الزوج لزوجته، أنه سبحان الله إذا جاءت صديقة خديجة كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمهم ويحسن إليهم. كذلك بالنسبة للأسف الشديد بعض الناس يتصور بأنه والله العلاقات الاجتماعية تنقطع بمجرد خلاص والدته توفت، لا يبالي. فأنت سبحان الله صلة هؤلاء والوقوف معهم ومساعدتهم كل ذلك مما يدخل تحت بر الوالدة وهي ميتة. هذا على كله يدخل إن شاء الله في هذا الباب اللي هو موضوع ما بعد الموت. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: هل بقي لي من بر أبوي، لو تشرح لنا هل بقي لي من بر أبوي أبرهما به؟ نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما. أحسن. نعم. جزء منها الآن تناولنا. نعم. موضوع الدعاء باقي لنا الاستغفار. أيوة. وصلة الرحم التي لا توصل بهما إلا بهما، وإنفاذ عهدهما. بقي لنا الثلاثة هذه. نعم. الاستغفار على كل موضوع الدعاء يعني ألحق معه الاستغفار. تمام. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي. فالدعاء على كل
واسع، والاستغفار شيء مخصوص، وهو أن الله تبارك وتعالى يغطي لهما كل سيئاتهم ويتجاوز عنهم إلى غير ذلك من إنفاذ عهدهما. إذا كانت لهم وصية من الوصايا أو عهد من العهود التزموا به، فإن الولد الوفي البار بوالديه يلتزم بالتزام بما كان عليه إيه. مثلا واحد قال لك والله يا ولدي بر عمتك هذه حتى تموت، فكنت أنا من أقوم عليها مثلا. أو والله فلان الفلاني هذا يا ولدي تعامل معه كما تتعامل معي، هذا عهد من العهود، فأنت على كل تنفذ. أو وصية من الوصايا يقول لك يا ولدي أعطي الشيء الفلان، أعطي من مالك لفلان كذا. هذه على كل من الوصايا التي يعني إذا قام بها الولد فإنه وفى لوالديه بما طلبا منه أن يوفي به بعد موتهما. طيب شيخنا الكريم، والصلة التي أيضا تصلك بهم اللي هو ما يتعلق بالأرحام. طبعا هناك نحن تحدثنا عن غير الأرحام، يعني غير الأرحام من الأصدقاء والأصحاب والجيران الذين كانوا يحبون الوالدة أو يحبون الوالد فتصلهم. لكن هنا الصلة التي تصلك بأحد الوالدين هذا أيضا من البر. فأنت مثلا إذا كان لك خالة، وهذا طبعا لها حديث خاص، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها أحد الصحابة يشكو من ذنب أذنبه، يا رسول الله أصبت ذنبا، قال ألك أم؟ قال لا. قال لا. ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. كأنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب عظيم جدا من أبواب من أبواب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. فهذا أيضا من الأشياء التي يلتفت إليها، الجدات، الخالات من جهة الأم، وكافة ما يلي من هذا الاتجاه، كذلك الوالد. نعم. طيب شيخنا، تحدثنا عن ما ينبغي أن نبر به لأمنا ووالدينا من الأعمال الصالحة. يبقى ما الذي لنا إذا نحن بررنا بوالدينا، وخصوصا بأمنا التي قال عنها النبي عليه السلام ثم أمك ثم أمك ثم أمك؟ ما الذي لي من الأجر والثواب؟ أعظم ما يرجوه الإنسان في هذه الحياة أمرين، يعني منتهى ما نصب إليه، هو أن يرضى الله عنا وأن ندخل الجنة. يعني أعظم مطلوب في هذه الحياة من سعي، من كد صلوات وصيام وحج والسعي وشعائر، هذه كلها في النهاية ماذا نريد؟ نريد أن يرضى الله تبارك وتعالى عنا وأن ندخل الجنة. هذا الأمر ضمنه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، والله إذا كان الشخص بار بوالديه، طبعا بعد توحيد الله تبارك وتعالى وقيامه بما يلزم في حق الله، خاصة ترك الشرك وغيره، لكن أعظم ما تدخل به الجنة بعد ذلك هو إيه؟ البر بالنسبة للوالدين. فأنت أول شيء، وهذه طبعا نحن سبحان الله كثير من الناس يحب دائما المصالح العاجلة، والله أشار إلى ذلك، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لكن كان من نهج النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأله الصحابة رضوان الله عليهم يخبرهم أن تطيعوا وأن تقولوا أن تقوموا لله وكذا وكذا والجهاد في سبيل الله، ثم يقول أحد الصحابة ماذا لنا يا رسول الله؟ يقول إن وفيتم لكم الجنة. الله، لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد الصحابة ربط بالآخر. فنحن حقيقة ما نلفت إليه في مثل هذه البرامج، خاصة الآن الذي يريد أن يبر الوالدين، أول قضية يضعها ينسى المصالح الدنيوية. هذه يسميها الإمام العلامة الشاطبي المقاصد. أنت ركز في المقاصد الأصلية واترك المقاصد التبعية تأتي كأحوال، يعني منح من الله. في منح أذكرها إن شاء الله، منح من الله لمن بر والده. لكن أهم قضية الآن أن تضع نصب عينيك أنك تفعل ذلك إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فما بالك مع الوالدين؟ تمام، ما بالك مع الوالدين. هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا من الأشياء المهمة جدا في موضوع بر الوالدين التوفيق والنجاح. كثير ممن نجحوا في حياتهم ولو كانوا كفرة سبحان الله، لو بحثت عن سر النجاح تجد بارا واحد من أسبابه بار بوالديه. الله. ولو بحثت عن الفاشلين والخاسرين والذين لم يحققوا شيئا في حياتهم، ابحث عنهم ستجد واحدة من الأسباب التي ربما أقعدتهم عقوق الوالدين. فما كتب الله والعياذ ما كتب الله لأحد، حتى لو رأيته ناجح في بعض المظاهر الدنيوية، لكن تجد هنالك باب من الأبواب هو فاشل فيه إلى
درجة لا يتصور. يقال أن فرعون كان بارا بأمه فأخر الله عنه العذاب 40 سنة سبحان الله في بعض الروايات. نعم. هو بلا شك يعني موضوع بر الوالدين يعني ليس أمرا هينا. التوفيق والنجاح جميل. بعدها التوفيق والنجاح أيضا من الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا بر الوالدين من الصلة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلة زيادة الرزق وزيادة العمر. يا سلام. من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأعظم صلة في الرحم هنا صلة إيه؟ صلة رحم الوالد. أيضا من الأشياء المهمة جدا هو من أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة. حديث ابن مسعود: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فإذا كان الصلاة هنا، لاحظ الصلاة لها علاقة بالتوحيد لأن حق الله تبارك وتعالى، فبر الوالدين يأتي في الأعمال البشرية المتعلقة بالخلق رقم 1. ما رأينا عمل متقدم في الخير للخلق على بر الوالدين. أيضا من الأشياء المهمة جدا تفريج الكروبات. يعني من كان بارا بوالديه تفريج الكروبات وإجابة الدعوات مرتبطة ببعض. هنا حديث الثلاثة الذين حديث التوسل، صحيح، سدت عليهم صخرة، صحيح، فتقرب كل واحد بدعاء. واحد منهم كان بار بوالديه، قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي والدان أو كانت لي والدة، وهو حلب الحليب وجاء إليهم ليشرب، وجدهم نائمين. ما تعشى هو ولا تعشى أولاده إلى أن أصبح الصبح، خشي من أنه والله إذا شرب هو أو شرب يستيقظ الوالدين وما يجدوا ما يلقوا شيء. فتوسل إلى الله بذلك. لاحظ هذا الفعل لعظمته، قال: فلما قلت ذلك فتح الله الصخرة قليلا. ثم جاء الثاني والثالث. على كل هذه تفريج الكربات. أيضا من بر والديه في دنياه بره أولاده، لأن الجزاء من جنس العمل، والبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. فمن كان بارا لوالديه بره أبناؤه. طيب، قبل أن نختم شيخ حسن، أنت قلت هناك منح، ما هي هذه المنح؟ على كل هي يعني من جزء منها ذكرته الآن. هذا جزء من المنح التي على كل الله. طيب، أعظم منحة إنه والله رضا الله في رضا الوالدين. نعم. يعني يكفي أن نقول بأن والله أنت إذا أردت أن الله تبارك يرضى عنك فارض والديك وتقرب لذلك. وهنالك على كل هذه إذا كانت مقامات وبر الوالدين مقام، فالأحوال يعلمها الله. لا نستطيع. كان بقي لنا نقطة التحذير من الحقوق. في نقطة مهمة ماذا جدا سبحان الله، سعادة الشخص ببر الوالدين. هذه مسألة قد لا يلتفت لها كثير. تجد من كان بار بوالديه يعيش سعادة داخلية كبيرة وعميقة جدا. صحيح. ومن كان عاقا لوالديه تجد سبحان الله في نكد وإشكالات مستمرة داخلية. فنحن على كل هذه من الأحوال، يعني السكينة والطمأنينة والرضا الداخلي وراحة الضمير، هذه كلها أحوال نتيجة مقام بر الوالدين. نعم. في 30 ثانية التحذير من العقوق. على كل والعياذ بالله، نحن في دنيانا أولا لا أحد يقوى على عذاب الله، لا أحد يقوى على عذاب الله تبارك وتعالى. فنحن إذا كان والله الآن بس ساكت لو تعرضنا لحرارة الشمس نتعب، فكيف بجهنم وكيف بالآخرة. فنحن عموما نحذر الأولاد، نحذر البنات، نحذر يعني هذا الجيل الذي يعيش في زماننا هذا بأن من أعظم أنواع العذاب التي يعذب الله تبارك وتعالى بها أصحاب عقوق الوالدين هو العذاب الأخروي والعذاب الدنيوي. العذاب الدنيوي قد يكون شقاء وحرمان ونكد وعدم راحة وكذا، هذا في الدنيا، ولكن كل ذلك يعتبر لا شيء في مقابل العذاب الأخروي الذي يلقى الإنسان. مشاهدي الأكارم، أوشكت الحلقة على النهاية فيما يتعلق ببر الوالدين. أحد الصحابة أو التابعين حج بوالدته على ظهره وسأل ابن عمر: هل بررت بها أو أعطيتها حقها؟ فقال: ولا زفرة من زفرات الولادة حينما تلدك، ولكن أحسنت فيما بررت به أمك. مشاهدي الأكارم، لا نستطيع أن نوفي حق الوالدين، فالوالدان حقهما عظيم، ولذلك أبقى الله عز وجل لنا هذه الأعمال الصالحة التي ذكرها لنا النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاح عليهما، يعني الدعاء لهما والاستغفار وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. بقي هذا من بر الوالدين لمن كان والديه قد توفيا، ومن
أكرمه الله عز وجل ببقاء والديه فعليه أن يتمسك بهذا الأصل العظيم ويستغل الفرصة الكامنة في برهما، ففيه الخير الكبير الكثير الذي يكون سببا لإدخال الإنسان في رضا الله ومن ثم الجنة. شكر الله لكم حسن متابعتكم. أتقدم صلاة عن نفسي ونيابة عنكم بالشكر الجزيل للدكتور حسن سلمان، والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم على المتابعة لهذه الحلقة الماتعة التي نسأل الله تعالى أن يجعلها موازين حسناتنا ورفع لدرجاتنا جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.